شايفين متابعينا متابعين الصفحة الرسمية محافظة الدقهلية. الدكتور حسين مغربي نائب السيد المحافظ في جولة مع الفنان محمد رياض، وقد خلالها الأماكن المقترحة لاستضافة فعاليات مهرجان المسرح المصري الدورة 19 حاليا في مكتبة المسرح العامة. المسرح الروماني أحد الأماكن اللي إن شاء الله بيتم استهدافها بفعاليات استضافة فعاليات المسرح إن شاء الله. كويس. هنا المهم النيل باين اهو. أنا يعني كان في حاجات لما معالي المحافظ معالي الوزير المحافظ اللي هو طارق فرجنا على المتحف اللي موجود في المحافظة، أنا اكتشفت إن إيه كل الرموز اللي طالعة من محافظة المنصورة دي في الفن بقى بشكل عام، يعني سواء كان موسيقى أو غناء أو تمثيل، في الأدب، في العلوم، في الطب، في علماء الدين. حاجة عظيمة بصراحة، محافظة عظيمة يعني، برموزها، بفنانينها، بعلمائها، بناسها طبعا، بالطبيعة الجميلة اللي احنا شايفينها دلوقتي، بالتطوير اللي حصل. انا عايز اقول لك ان انا جيت قبل كده المنصورة، لا المنصورة اختلفت، يعني مدينة حلوة نظيفة، الاماكن الجماليه بقت كتير في المحافظه، في المنصوره يعني اللي احنا شفناها. حاجه عظيمه يعني. يا رب ان شاء الله المهرجان القومي للمسرح في المنصوره يقدر يقدم دور ثقافي وفني لاهل المنصوره واهل الدقهليه كلها، لان محافظه الدقهليه بيجوا من محافظ يعني من بلاد اخرى للمنصوره. اتمنى يا رب ان شاء الله نقدر نعمل حاجه للدقهليه ويكون مهرجان يعني مؤثر ان شاء الله. فنان محمد رياض، المهرجان هل هتكون مدته اتحددت مده قد ايه، ولا هتقتصر على مدينه المنصوره فقط، ولا عندنا برضو مدينه جمص هيكون ليها حظ في الموضوع ده؟ لا، مدينه المنصوره فقط، بس اهالي المحافظه كلهم يقدروا يجوا. الفعاليات عندنا في المهرجان عباره عن ورش فنيه في جميع التخصصات، سواء التمثيل او الاخراج او السينوغرافيا او الكتابه المسرحيه. عندنا ندوات مرتبطه بالمسرح، عندنا عروض قراءه مسرحيه ودي لاول مره هنعملها في المهرجان، هنعملها في المنصوره. عندنا حاجات خاصه بولادنا ذوي الهمم، وده دور مهم جدا احنا بنعمله في المهرجان القومي للمسرح، وهنعمله ان شاء الله برضو. عندنا ورش للاطفال خاصه بالتمثيل ولا خاصه بالتمثيل، عندنا والرسم وحاجات كده. عندنا كمان عروض مسرحيه هنقدمها ان شاء الله. عندنا ناس هنكرم رموز من رموز الفن المسرحي في المنصوره. انت تقدري تقولي انه حدث فني مهم جدا لمده ان شاء الله 8 ايام في المنصوره. النهارده التواجد بتتفقدوا الاماكن اللي هيتم فيها المراسم بالزبط. ولا الهدف من الجولات دي تاني مره النهارده الفنان؟ احنا هنا كنا يعني شرفنا بمقابله معالي الوزير المحافظ، واتفقنا على كل الترتيبات اللي هتتم ان شاء الله، واحنا جايين بنعمل بقى جوله في الاماكن اللي احنا هنقدر نشتغل فيها. فيا رب اتمنى يعني ان الحدث الفني ده من خلال مهرجان القومي للمسرح يبقى حاجه مهمه لاهالي محافظه الدقهليه. ويا رب انا بدعو كل طبعا محافظه الدقهليه انها تكون متواجده ومشاركه في الحدث الفني الكبير
لاكبر مهرجان مسرحي في الوطن العربي كله، مهرجان القومي للمسرح عن مصر. شكرا ان شاء فنان الله محمد استاذ رياض. محمد هيبقى وإن شاء في الله فعاليات ان شاء الله تتعمل على ممشى اهل المنصوره هنا ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل، احنا بنتفقد كل الاماكن اللي احنا ممكن نقدر نقدم فيها فعاليات المهرجان، منها ان شاء الله يبقى الممشى السياحي ده ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. لحضرتك. شكرا. شكرا لحضرتك. زي ما شفتوا حضراتكم، ده كان لقاء مع الفنان الاستاذ محمد رياض، وهو بيتفقد دلوقتي ممشى اهل مدينه المنصوره عشان الفعاليات اللي هتقام ان شاء الله في الممشى.